إيه اللي بيحصل في السودان؟ الصوت بيجي لسه داير ما يدور من حوالينا كل الاتجاهات. علشان تعرف إيه اللي بيحصل هناك لازم ترجع بالزمن لسنة 2019. قبل ما نرجع بالزمن ما تنساش تشترك في القناة علشان لو حد سألك تعرف ترد تقول إيه. في سنة 2019 بدأت مظاهرات كبيرة في السودان بتطالب بإسقاط الرئيس عمر البشير وإسقاط النظام. عمر البشير في الوقت ده كان عليه عقوبات دولية ومطلوب من المحكمة الدولية. وطبعاً زي ما كلنا عارفين إن في أثناء المظاهرات في 2019 قرر الجيش إسقاط عمر البشير، وده كان استجابة لمطالب الشعب والمظاهرات. بعد كده أعلن الجيش تكوين مجلس عسكري، وكان عوض بن عوف رئيس المجلس. أعلن أنا وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا اقتلاع ذلك النظام والتحفظ على رأسه بعد اعتقاله في مكان آمن. كما أعلن الآتي: أولاً، تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى إدارة الحكم لفترة انتقالية مدة. والفريق أول عبد الفتاح برهان، والفريق حمدان حمدتي. وبعد تكوين المجلس برضو الشعب السوداني طلع في مظاهرات بيطالب نقل الحكم من حكم عسكري لحكم مدني، لأن ده كان الهدف من المظاهرات. إحنا عملنا مظاهرات علشان حكم مدني مش عسكري. المظاهرات دي كانت بقيادة مجموعة اسمها قوى الحرية والتغيير، وبسبب المظاهرات دي ظهر خلاف في المجلس العسكري، ونتيجة للخلاف ده قرر عوض بن عوف التنحي عن رئاسة المجلس. أعلن أنا رئيس المجلس العسكري الانتقالي التنازل عن هذا المنصب واختيار من أثق في خبرته وكفاءته وجدارته لهذا المنصب، وأنا على ثقة إنه سيصل بالسفينة التي أبحرت إلى بر الأمان، وعليه فقد اخترت. وعين مكانه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس للمجلس العسكري، والنائب ليه هيكون الفريق حمدان حمدتي. الفكرة إن الشخصين دول قادة مش مجرد فريق في الجيش. عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني، وحمدان حمدتي قائد لقوات اسمها قوات الدعم السريع. نرجع تاني للأحداث، وفي آخر الفيديو هنوضح الفرق ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. بعد ما انفرد برئاسة المجلس أعلن البرهان تأسيس مجلس السيادة السوداني، بس المجلس مقسوم نصين، نص عسكري ونص مدني، والمدنيين طبعاً من قوى الحرية والتغيير، وعبد الفتاح البرهان هو رئيس المجلس. خرج البرهان وقال إن الحكم هيكون حكم مدني، وإن الجيش مش هيحكم، وإن المجلس ده وظيفته هو تشكيل حكومة مدنية للمرحلة الانتقالية. وفعلاً شكلوا الحكومة. رئيس الحكومة اسمه عبد الله حمدوك. وبعد فترة قصيرة يعني حوالي سنتين أطاع عبد الفتاح البرهان وحمدان حمدتي بالرئيس عبد الله حمدوك. قد قررت أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم استقالتي من منصب رئيس الوزراء، مفسحا المجال لآخر من بنات أو أبناء هذا الوطن المعطاء. وبعد الإطاحة حصل صراع طويل بين الجيش والقوى المدنية، ودول كتير اتدخلت علشان تحل الأزمة وتتوسط في الحل، بس ما عرفوش. وكانت النتيجة إن الجيش وقوات الدعم السريع قدرت تسيطر على البلد بالكامل، وقوى الحرية والتغيير بقت ضعيفة بعد الصراع ده. بعد كده اختلف البرهان وحمدتي على طريقة إدارة البلد، وطبعاً كل واحد عنده جيش، فبدأ الصراع في الشوارع والمطار يوم 15/4/2023، وانتشر الفيديوهات اللي كلنا شفناها. طب نرجع بقى نوضح بعض النقط. أولاً، هم الجنود المصريين كانوا بيعملوا إيه هناك؟ والسؤال التاني، إزاي قوات دعم سريع تقف الند بالند قصاد جيش دولة؟ أولاً، الجنود المصريين كانوا في السودان وبالتحديد مطار مروي. دول كانوا رايحين علشان تدريبات مشتركة مع الجيش السوداني. تاني سؤال بقى، إيه الفرق ما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع؟ أول حاجة التأسيس. الجيش السوداني اتأسس سنة 1925، أما قوات الدعم السريع اتأسست سنة 2013. الجيش السوداني حوالي 200,000 جندي، أما قوات الدعم السريع حوالي 100,000 جندي. الجيش السوداني بيمتلك 191 طائرة حربية، 46 مقاتلة و40 طيارة هجومية، أما قوات الدعم السريع ما بتمتلكش طائرات. الجيش السوداني بيمتلك 20 منصة صواريخ و170 دبابة و403 مدرعة، أما قوات الدعم السريع بتمتلك أسلحة خفيفة ومتوسطة. وظيفة الجيش السوداني هي حماية وأمن البلاد، أما قوات الدعم السريع فهي التعامل مع حركات التمرد ودوريات على الحدود. ترتيب الجيش السوداني 75 على 100. بس كده، سلام.